كله ككل يعني اداء عظيم، اجوان حلوه جدا، يعني حاجه تفرح، حاجه تخليك قاعد كده بتضحك بس مبسوط. ولكن معلش سامحوني كلكم في اللي انا هقوله دلوقتي. مش عايزين ننسى ان ده منتخب جيبوتي، يعني لو هتقارنه بمنتخب مصر فرق كبير، لا كبير قوي 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 كمان، تمام. ولكن ماشي، مش عايزين نبقى ان احنا بنهاجم والسلام يعني، ماشي. انا بقى في حاجه تخصني انا مع صلاح نفسه. ايه هي؟ مش عارف اعديه الموقف الاخير بتاع القضيه بتاعتنا كلنا. انا مش عارف اعديها، مش ممكن يكون ده مأثر على كلامي دلوقتي. المفروض ان انا اطلع اطبل وازغرط لصلاح وعالمي وبتاع وكلام جميل، ولكن موقفه الاخير مع القضيه يعني يخليني لا مش عارف، يعني مش عارف اتصالح معاه. فاهم انت حاجه؟ والله بجد مش عارف يعني. فده هيخليني اقول لك جيبوتي منتخب مش قد كده، منتخب مصر اقوى بكتير. خليني اقول لك ان ما نفرحش بالمكسب الكبير بتاع النهارده، علشان خاطر منتخبنا بيجي في الماتشات التقيله ويقلب بطه بلدي. خليني اقول لك كلام كتير من هذا القبيل يعني. ولكن يعني نديها حته كده، نديها حته ونقول الف مبروك. ان شاء الله اللي جاي يكون افضل واحسن. اداء المنتخب النهارده اداء عظيم عظيم، يا رب نستمر على كده في المناسبات الكبيره. يا احمد المناسبات كده ده تصفيات كاس عالم يا احمد، اه تمام والله. انا اقصد بقى قدام المنتخبات الكبيره، المواقف الصعبه اللي بنتحط فيها، لان انت لو هتفكر او هتحسبها كده بالورقه وبالقلم، منتخب مصر بيجي في الحاجات بقى الحاسمه، اللي هي يلا بينا ناخد بطولة، يلا بينا نصعد، يلا بينا نعمل اي بتنجان، ما بنلاقيهوش، ما بيبقاش موجود، ولا بنلاقي صلاح نفسه، ولا بنلاقي صلاح نفسه. صلاح النهارده اللي طلع بعد الماتش بعد الفوز قال كلام كويس، واتكلم على انجازاته مع ليفربول والاهداف والكلام الحلو الجميل قوي ده. بيجي في المواقف اللي بنحتاج فيها صلاح بقى العالمي بتاعنا اللي بنسقف له ونزغرط له، ما بنلاقيهوش. محدش يزعل من كلامي. حلو كده، حلو.